سوق الانتقالات في الكورة عامل زي سوق الجمعة، من بره تحسه بيزنس بملايين وكشافين لابسين بدل بقى، بس لو دخلت جوه ودعبست في الكواليس مش هيطلع زي ما انت فاكر. النهارده الكشافين والأندية بيستخدموا برامج زي واي سكاوت وتحليلات داتا بتجيب للمدرب عدد المرات اللي اللاعب خد فيها نفسه في الماتش. بس زمان الدنيا كانت سمك لبن تمر هندي، الكشاف كان اخره شيت فيديو VHS مبعوت له في البريد، واكيد نصاب بقى عامل عليه حتتين مونتاج وحاطط مزيكا يخلي لك لاعب كسر يبان كانه مارادونا والنادي يدفع ويتدبس. بس الموضوع مش واقف بس عن شرايط الفيديو المضروبه، احنا بنتكلم عن تاريخ مليان صفقات تمت او باظت لاسباب ما تدخلش العقل اصلا. يعني ايه رايك لو قلت لك ان في نادي في الدوري الانجليزي اشترى لاعب وخلاه ينزل الملعب في ماتش رسمي لمجرد ان المدرب اتعمل فيه مقلب، او ان بركان ضرب في ايسلندا خلى لاعب ما يروحش انجلترا ويصنع تاريخه في المانيا، ولا مثلا اللاعب اللي قعد 20 سنه بياخد مرتبات من الانديه وهو اصلا ما بيعرفش يباصي كوره. واحد وقف بعربيته قدام النادي في اخر يوم في الانتقالات مستني يوقع واكتشف ان الناديين اصلا ما اتفقوش. فهات بقى كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى نشوف الكلام على ايه. بص تخيل بقى كده انك قاعد عادي وفجاه قررت انك عايز تشتغل طيار بجد وانت اصلا طيار دليفري. المنطقي انك هتترفض من على الباب صح؟ ده العادي، بس اللي مش عادي انك مش بس تتقبل، لا ده انت تسوق الطياره وتخمس بيها في الجو. ده بالظبط اللي عمله علي ضيا، الراجل اللي عمل اكبر اشتغاله في تاريخ الدوري الانجليزي كله. نرجع بالزمن لشهر نوفمبر سنه 96، نادي ساوثهامبتون كان بيمر بفتره صعبه حبتين واصابات كتير في الفريق، والمدرب جرايم سونس كان بيلف حوالين نفسه عشان يلاقي اي لعيب يسد العجز. في وسط العك ده تليفون سونس بيرد بيلاقي واحد بيتكلم انجليزي بلكنه افريقيه وبيقول له الو انا جورج ويا. جورج ويا، انت متخيل الاسم ده؟ الراجل اللي لسه واخد البالون دور السنه اللي فاتت ونجم ميلان وقتها. وقال له بص انا عندي ابن عمي اسمه علي ضيا، لاعب حكايه دولي سنغالي ولعب معايا في باريس، بس هو دلوقتي فري ومحتاج فرصه في انجلترا. سونس من كتر الضغط اللي عليه وما عندوش رفاهيه انه يفتح يوتيوب يشوف مهارات اللاعب زي دلوقتي، بلع الطعم ومضى مع علي ضيا عقد لمده شهر. ضيا وصل النادي ونزل التمرين، واسطوره ساوثهامبتون ماتلوت سييه بيحكي بعدين وبيقول انا لما شفت علي ضيا في التمرين افتكرته مشجع كسب مسابقه في سحب وجاي يتصور معانا ويقضي يوم لطيف وبتاع. يوم 23 نوفمبر 96 ساوثهامبتون بيلعب ماتش في الدوري قدام ليدز يونايتد، الدقيقه 32 ماتلوت سييه بيتصاب ومش قادر يكمل. سونس بيبص على الدكه ما بيلاقيش حلول فبيشاور لمين؟ لعلي ضيا. تخيل واحد عمره ما لعب كوره بينزل بيلعب في اقوى دوري في العالم. ضيا كان بيجري في اماكن غلط، بيهرب من الكوره ولما بتجيله بيبصيها لليدز، تحس انه كان بيلعب استغمايه مش كوره. سونس فضل يتفرج وهو بيشد في شعره لحد الدقيقه 85 المدرب ما قدرش يستحمل وقام مطلعه تاني. بعد الماتش ضيا دخل اوضه اللبس خد دش وتاني يوم قال لهم انا رايح اعمل جلسه علاج طبيعي، وما رجعش النادي تاني ابدا. ساوثهامبتون فسخ العقد لمدته شهر بعد اقل من اسبوع. طبعا بعدين اكتشفوا ان اللي كلم سونس ما كانش جورج ويا ولا حاجه، ده كان واحد صاحب علي ضيا، وعلي ضيا نفسه لا لعب في باريس سان جيرمان ولا عمره شم ريحه منتخب السنغال اصلا. ضيا راح لعب ماتشين بعدها مع نادي هو اسمه جيتس هيد واختفى تماما بعدها. من قصة نصب مقصودة لقصة تدخل إلهي، أو تقدر تقول غضب من الطبيعة نفسها، قرر يغير خريطة الكرة في أوروبا كلها. تخيل مستقبلك كله ومسيرتك اللي هتخليك واحد من أعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة تتوقف على بركان. نرجع بالزمن لسنة 2010، ليفاندوسكي وقتها ما كانش لسه عامل السمعة بتاعته اللي احنا عارفينها دلوقتي، كان لسه مهاجم شاب عنده 21 سنة بيلعب في نادي ليخ بوزنان البولندي، وبدأ يلفت أنظار شوية كشافين في أوروبا. في الوقت ده نادي بلاك بيرن بقيادة بيك سام كانوا بيدوروا على مهاجم محطة وقوي بدنيا يخلص الهجمة من نص فرصة. كشافين بلاك بيرن شافوا ليفا وقالوا لسام الواد ده كنز ولازم نخلص فيه فورا. بلاك بيرن فعلا دخل في مفاوضات رسميه وقدم عرض بحوالي 4 مليون جنيه استرليني، واداره النادي البولندي وافقت وكل حاجه كانت خلصت على الورق. بيك سام كلم ليفاندوسكي واتفقوا ان اللاعب هيطير لانجلترا يوم 16 ابريل 2010 عشان يزور منشات النادي ويتفرجوا على ملعب ايوت بارك ويمضي العقد الرسمي. ليفا جهز شنطته وحجز التذكره وكان خلاص هيركب الطياره ويبقى لاعب في الدوري الانجليزي. بس القدر كان مجهز سيناريو محدش يتوقعه. قبل ميعاد سفره بساعات حصلت كارثه طبيعيه في ايسلندا. بركان هحط لك صورته عشان اسمه صعب جدا، المهم انه انفجر بشكل مرعب. الانفجار ده طلع سحابه رماد بركاني ضخمه جدا غطت سما شمال وغرب اوروبا كلها، وهيئه الطيران المدني في اوروبا قررت وقف كل الرحلات الجويه لمده اسابيع. مفيش طياره لا هتطلع ولا هتنزل. ليفاندوفسكي رحلته اتلغت وما قدرش يسافر انجلترا. رئيس بلاك بيرن وقتها حس ان الصفقه تعطلت والوقت بيضيع، فبدا اهتمامه يقل والصفقه نامت في الدرج. في نفس الوقت ده كلوب كان ماسك بروسيا دورتموند. كلوب استغل تعطل الطيران وفشل صفقه بلاك بيرن ودخل بسرعه، ومن هنا التاريخ اتكتب. ليفا مع دورتموند اكل الاخضر واليابس بقى، جاب بطولات وصل لنهائي تشامبيونز ليج، وبعدين راح بايرن كسر ارقام مولر التاريخيه وكسب السداسيه واخد جايزه ذا بيست. تخيل لو بركان ده ما كانش فجر في اليوم ده بالذات، كان زمان ليفا بيلعب ماتشات ليله الثلاث بس في الشامبيونشيب مع ستوك سيتي وميلويل بدل ما يبقى هداف اوروبا. في الكوره الانديه بتخطف لعيبه من بعض ده عادي، لكن انك تخلي غريمك هو اللي يدفع ثمن التوصيله اللي هتجيب لك اللاعب لحد باب ناديك دي بقى غريبه حبتين. تعالى نرجع لسنه 97، ارسن فينجر لسه بيبني امبراطوريته مع ارسنال، وكان عينه على وحش خط النص ايمانويل
تي اللي كان بيلعب وقتها في موناكو. لكن فينجر ما كانش لوحده في الصوره، توتنهام كمان كان عينهم عليه. المفاوضات اشتغلت وبيتي ركب الطياره ووصل لندن عشان يقعد مع مسؤولين توتنهام. السير ألان شوجر رئيس توتنهام وقتها استقبله وكلمه في تفاصيل العقد، والدنيا كانت ماشيه في سكه ان بيتي هيلبس الابيض. مسؤولين توتنهام من باب الكرم وحسن الضيافه طلبوا البيتي تاكسي على حسابهم عشان يرجعوا الفندق بتاعه ويفكر في العرض. وهنا بقى بتيجي اللقطه اللي اتحفرت في تاريخ ديربي شمال لندن. فينجر اللي كان عارف ان بيتي في لندن ما كانش نايم على ودنه. فينجر بيكلم بيتي وهو في التاكسي وقال له انت بتعمل ايه في توتنهام؟ تعالى ارسنال، احنا بنبني مشروع هيكسر الدنيا. التاكسي بدل ما يروح الفندق غير طريقه وراح نزل ايمانويل بيتي عند بيت ارسن فينجر شخصيا. قعدوا اتكلموا، بيتي اقتنع بالمشروع ومضى لارسنال. وده كان القلم الاول اللي فينجر ده لتوتنهام قبل ما يطرقعهم في سول كامبل بعد كده. انسى بقى خفه الدم بتاعت التاكسي، المره دي احنا داخلين على بلطجه كرويه، قصه عن ازاي لاعب قرر يلوي دراع واحد من اعنت رؤساء الانديه في تاريخ الكوره. احنا في صيف 2008، ديمتر برباتوف كان بيلعب في توتنهام ومكسر الدنيا. سير اليكس فيرجسون حط عينه عليه وعايزه في اليونايتد باي ثمن عشان يكمل الرباعي المرعب مع رونالدو ورونيو تيفيز. المشكله فين؟ المشكله ان رئيس توتنهام هو دانيال ليفي، الراجل اللي لو طلبت منه كوبايه ميه هيقول لك هات حسابها الاول. ليفي رفض كل العروض وقفل الباب بالضبه والمفتاح وقال برباتوف مش للبيع. هنا بقى برباتوف اللي معروف ببروده في الملعب قرر يستخدم نفس البرود ده بره الملعب. قرر يقفل تليفونه، ما بقاش يرد على حد وما راحش التدريبات، حرفيا اختفى. اداره توتنهام بتدور على النجم الاول بتاعها مش لاقيينه. برباتوف بيوصل رساله واضحه وصريحه، يا تبيعوني اليونايتد يا ما فيش كوره تاني. في اخر يوم في الانتقالات يوم 1 سبتمبر 2008 حصل زلزال في انجلترا، مجموعه ابو ظبي اشترت نادي مانشستر سيتي، وفي نفس اليوم قرروا يبوظوا الصفقه على غريمهم اليونايتد وقدموا عرض كبير جدا لتوتنهام ب 34 مليون باوند. لكن برباتوف قال لهم قسما بالله ما هلعب غير لفيرجسون. سير اليكس لما عرف ان السيتي دخل في الخط وتوتنهام وافق عمل حركه ما تطلعش غير من العراب بتاع الكره الانجليزيه. فيرجسون شخصيا ركب عربيته وراح يستنى برباتوف في المطار علشان يضمن ان مفيش مخلوق من مانشستر سيتي او توتنهام يعرف يوصل له. توتنهام لما لقوا ان اللاعب خلاص مفيش منه امل وانه راكب عربيه فيرجسون استسلموا للامر الواقع، وقبل ما سوق الانتقالات يخلص بدقايق وافقوا يبيعوا اليونايتد ب 30 مليون باوند. والسيتي راح اشترى ساعتها روبينيو في نفس الليله عشان يعوض فشل صفقه برباتوف. برباتوف طبعا راح اليونايتد، خد 2 دوري انجليزي وساب بصمه تاريخيه. القصه دي على فكره ما كانتش مجرد انتقال، دي كانت اللحظه اللي اسست لمفهوم تمرد اللعيبه. برباتوف اثبت ان مهما كان النادي قوي وعنيد زي توتنهام، لو اللاعب قرر يختفي ويقفل تليفونه هو اللي هيمشي كلمته في الاخر. تخيل تبقى معزوم على فرح، تلبس البدله في قمه الشياكه وتروح تقف قدام باب القاعه، تلاقي العريس بيقول لك انت مين؟ فاهلا بيك في قصه بيتر أودوموينجي، اللاعب اللي راح يوقع لنادي والنادي ده قافل الباب في وشه. في 31 يناير 2013 الديدلاين داي في انجلترا، الكاميرات في كل حته، الصحفيين واقفين قدام مقرات الانديه مستنيين اي صفقه تضرب. بيتر وقتها كان بيلعب في وست بروم وكان متخانق مع الاداره وعايز يمشي باي طريقه. في نفس الوقت نادي كيو بي ار كانوا بيفاوضوه وميتين عليه عشان ينقذوا من الهبوط. المفاوضات شغاله بين الناديين، بس وست بروم عمال يرفض العروض واحد ورا التاني لان المبلغ مش عاجبهم. بيتر بقى من كتر ما هو كان متاكد او بيستعبط عشان يضغط على ناديه قرر ياخد خطوه ما تطلعش غير من واحد بايع قضيه. ركب عربيته وضرب مشوار اكتر من 200 كيلو من برنجهام لحد لندن. وصل بيتر قدام النادي بالليل لقى كاميرات سكاي سبورتس ملمومه، اما نزل ازاز العربيه وبدا يدي تصريحات بكل ثقه للصحفيين وهو بيضحك ومبسوط. انا جاي ابدا فصل جديد في حياتي، وست بروم كان مرحله وخلصت وانا جاهز للعب في كيو بي ار. الصحفيين بيسالوه طب هل الناديين اتفقوا؟ قال لهم كله تمام يعني، انا بس مستني اخش امضي. المفاجاه بقى اداره كيو بي ار جوه النادي بيتفرجوا على التلفزيون لقوا اللعيب واقف بره بيدي تصريحات. الاداره قالت مين اللي جاب ده هنا؟ احنا اصلا ما اتفقناش مع وست بروم والصفقه وقفت. مسؤولين كيو بي ار طلعوا البيتر بره وبدل ما يدخلوه منعوه من الدخول. حرفيا قالوا له انت ايه اللي جابك هنا؟ ارجع ناديك، احنا ما خلصناش اي حاجه. الابتسامه اختفت من على وشه ومصدوم، والصفقه انهارت رسمي وهو عارف ان انجلترا كلها بتسف عليه. تاني يوم الجرايد كلها نزلت بمانشيتات بتتريق عليه، وحسابات الانديه التانيه على تويتر بقت تعمل ميمز، والاداره عاقبته ونزلته يتدرب مع الناشئين لحد ما باعوه بعدها بكام شهر نادي كارديف سيتي عشان يخلصوا من الصداع ده. الاحراج بقى والكسفه للقرى اللي ملهاش حدود. بس احنا مش بنتكلم على مجرد لاعب، احنا بنتكلم عن ابراهيموفيتش. في سنه 2000 فينجر كان لسه بيبني جيل مرعب لارسنال، وكشافين النادي قالوا له في واد سويدي طويل كده بيلعب في نادي مالمو مهاراته مرعبه ولازم نجيبه. الواد ده كان ابراهيموفيتش. ارسنال بعت دعوه لزلاتان عشان يجي لندن، وفعلا زلاتان ركب الطياره ووصل لهايبري. فينجر استقبله بنفسه عشان يبين له قد ايه النادي مهتم بيه، لدرجه انهم طبعوا تيشيرت ارسنال رقم 9 مكتوب عليه ابراهيموفيتش، وزلاتان اتصور بالتيشيرت ده. الدنيا كانت ماشيه حلاوه، وزلاتان افتكر انهم هيطلعوا ورقه العقد ويمضي ويبقى النجم الجديد لارسنال. لكن فينجر باسلوبه العملي قال له طيب يا زلاتان احنا مبسوطين بيك، البس بقى الستارز وانزل الملعب عشان عندنا فتره معايشه. هنا الزمن وقف. زلاتان بص لفينجر وبص للمدير الرياضي بتاع مالمو ووشه قلب. بص لفينجر بكل برود وقال الجمله اللي بقت واحده من اشهر الكوتس في تاريخ اللعبه: زلاتان doesn't do auditions. قال له يا ابني دي الاجراءات بتاعتنا، لازم اشوفك في الملعب. زلاتان رفض تماما، ساب التيشيرت رقم 9 وخد شنطته ورجع على السويد في نفس اليوم. طب هل زلاتان ندم بقى؟ بعد الموقف ده بسنه واحده سنه 2001 اياكس دخل ورمى حوالي 8.7 مليون يورو عشان يشتري زلاتان، وده كان رقم قياسي وقتها. اللاعب طالع من السويد، ومن اياكس
نيكس بقى الساحه اتفتحت، يوفنتوس، انتر، برشلونه، ميلان، باريس، ومانشستر يونايتد. في الوقت اللي ارسنال كان بيعاني فيه عشان يلاقي مهاجم سوبر بعد جيل هنري، كان زلاتان بيلف اوروبا وبياخد بطولات مع كل الانديه دي. كل ده عشان مدرب طلب منه يعمل تراي ماتش، واللاعب كان واثق انه اكبر من انه يختبر. الغرور غالبا بيكلف صاحبه كتير، بس في حاله ابراهيموفيتش الغرور كان هو راس ماله الحقيقي. احنا اتكلمنا من شويه على علي ضيا اللي ضحك على ساوثهامبتون لمده 53 دقيقه. طب ايه رايك بقى في راجل عمل نفس القصه دي بس مش ل 53 دقيقه، لا ده ضحك على انديه العالم لمده 20 سنه بحالها. اهلا بيك في عالم كارلوس كايزر، اعظم لاعب ما لمسش الكره في التاريخ. اسمه الحقيقي كارلوس هنريكي رابوسو، برازيلي الجنسيه، ولقبوه بكايزر عشان كان بيشرب نوع خمور اسمها كايزر. موهبته الحقيقيه كانت العلاقات العامه والفهلوه. في الثمانينات والتسعينات كايزر كان مصاحب كل نجوم الجيل الذهبي للبرازيل، كان بيسهر معاهم ويظبط لهم خروجاتهم، وبقى الصاحب الانتيم لكل نجوم الشباك. النجوم دول لما كانوا بيروحوا يمضوا لاي نادي جديد كانوا بيقترحوا اسمه للاداره. تبص على كايزر تلاقي جسمه رياضي وعنده كاريزما واقف وسط اساطير اللعبه، يقول لك بس ده اكيد اكتشاف، ويمضوا معاه عقد 6 شهور. بمجرد ما كايزر يمضي العقد وياخد المرتب تبدا الاشتغاله. اول اسبوعين يقول للمدرب انا محتاج تاهيل بدني الاول عشان اكون جاهز للفريق، ويقعد يجري حوالين الملعب بس. ثالث اسبوع يخش تقسيمه الكوره، من اول لمسه يقوم واقع على الارض وماسك العضله الخلفيه ويصرخ. في الوقت ده بقى ما كانش فيه رنين ولا اجهزه طبيه متطوره تكشف الكذب بسهوله، فدكتور النادي يكتب له راحه وكايزر يقضي 6 شهور بتوع العقد بتاعه في البيت، وطبعا بيتعالج على حساب النادي وبياخد مرتبه كامل، ولما العقد يخلص يشوف النادي اللي بعده هكذا. بس على فكره دي مش احلى حاجه في القصه، احلى حاجه هي موقفه العظيم مع نادي بانجو البرازيلي. رئيس النادي ده كان راجل مافيا، راجل ما بيهزرش بقى وكل الكلام ده. في يوم الفريق كان خسران والرئيس اتعصب ونزل امر للمدرب نزله كايزر الملعب فورا، انا دافع له فلوس عشان يلعب. وهو بيسخن سمع جماهير النادي بتشتم فرقتها وبتشتم رئيس النادي. كايزر عمل حاجه ما تطلعش غير من حد صايع، نط السور ودخل في المدرجات وبدا يضرب في الجماهير ويتخانق معاهم. طبعا الحكم شافه، وقبل ما كايزر ينزل الملعب اصلا اداله كارت احمر مباشر وطرده. اوضه اللبس رئيس النادي دخل وهو متعصب وبيساله عملت كده ليه، بس كايزر بدموعه وبتمثيل ياخد عليه اوسكار مستريح، قال له يا ريس ربنا خد مني ابويا وعوضني بيك كأب تاني ليا، انا كنت بسخن وسمعت الجماهير دي بتشتمك وبتقول عليك حرامي وما قدرتش استحمل حد يهين شرفك قدامي فدخلت اضربهم. رد فعل رئيس نادي المافيا ده الراجل عينه دمعت، خده بالحضن وبدل ما يفسخ عقد وجدد له العقد 6 شهور كمان وزود له مرتبه. كايزر كان دايما بيشيل موبايل ضخم، موبايلات اللاسلكيه القديمه بتاعت رجال الاعمال دي، وبيمشي في النادي بيتكلم بلغه غريبه ومصطلحات انجليزي متكسره، ويفهم اللعيبه والاداره ان دي انديه كبيره جدا من اوروبا زي ريال مدريد او برشلونه بيفاوضوه. لحد ما في يوم دكتور النادي كان بيتكلم انجليزي، ركز في كلام كايزر واكتشف انه بيهبد، ولما مسك الموبايل لقى موبايل لعبه اصلا وما بيشتغلش. كارلوس كايزر استمر في المسرحيه دي لمده 20 سنه، لف فيهم على انديه في البرازيل، المكسيك، وامريكا، وحتى فرنسا، وفي النهايه اعتزل الكوره من غير ما يلعب 90 دقيقه على بعضها في حياته، واتعمل عنه فيلم وثائقي اسمه ذا جريتست فوتبولر نيفر تو بلاي فوتبول. فهو اسطوره حيه بتثبت لك ان الكوره مش بس مهاره في رجلك، دي احيانا بتكون مهاره في تشغيل الدماغ حتى لو تضحك بيها على العالم كله. خلصنا حكايات اللعيبه، بس عشان نفهم ازاي كل العبث والنصب ده كان بيحصل زمان بكل سهوله لازم نختم بالسر الكبير، الاداه السحريه اللي كانت البطل الخفي في نص صفقات القرن اللي فات، وهو الشيت الفي اتش اس. دلوقتي الموضوع بقى عامل زي البلاي ستيشن، كشاف النادي بيفتح لابتوب ويدخل على برنامج زي واي سكاوت ويجيب كل الداتا بتاعت اي لاعب في اي حته في العالم، كام باصه صح، كام التحام كسب، وجري كام كيلو. لكن زمان قبل النت واليوتيوب الكشاف كان بيقف في مكتبه مستني طرد يجيله من البوسطه من وكيل اعمال، يفتح الطرد يلاقي شيت فيديو في اتش اس، يحطه في الجهاز ويجيب كوبايه شاي ويتفرج. هنا بقى الوكلاء ما كانوش مجرد بياعين، دول كانوا بيبيعوا الهوا حرفيا. الوكيل من دول يجيب ماتشات لاعب كسر حرفيا، يدخلها على اي برنامج بيعرف يقص، ويجمع لك احسن 5 دقايق في مسيره اللاعب كلها ورا بعض. تعالوا معايا ماتش ضد نادي انبي الفريق الاول في استاد بتروسبورت يا نجوم مصر. طريقه من هنا على شوطه حلوه من هنا، وممكن يركب لك عليها مزيكا كمان عشان يعلي المود بتاع الكشاف. الراجل بيتفرج على ال5 دقايق دول عينه تزغلل ويجري على رئيس النادي يقول له انا لقيت لك بليل جديد لازم نمضي معاه. النادي يدفع الفلوس واللاعب يوصل المطار ينزل التمرين يكتشف انه ما بيعرفش يكنترول اصلا. ومش بس المونتاج، غياب النت خلى الهبد في السي في اسهل حاجه في الدنيا. لاعب جاي من دوري في امريكا الجنوبيه او افريقيا يكتب في السي في بتاعه انه كان هداف الدوري او لعب ماتشين دوليين مع المنتخب، فكانوا بيبلعوا الطعم ويمضوا بناء على الكلمتين اللي مكتوبين والفيديو المتمنتج. عشان كده سوق الانتقالات زمان ما كانش علم ولا داتا، كان عامل زي البطيخه، ممكن تشتري فيديو يطلع لك اسطوره وممكن يطلع لك مقلب يخلي الجرايد تسف عليك ل 100 سنه قدام. الميركاتو ده عامل زي جبل التلج، اللي بنشوفه احنا كمشجعين هو الاعلان الرسمي وصوره اللاعب بالتيشيرت والكلمتين بقى بتوع انا فخور بالانضمام لاعظم نادي في الكون وكنت بهرب من المدرسه عشان اتفرج على ماتشاته. بس الكواليس مليانه نصب، صدف، غباء اداري، وغرور ملوش حدود. كوره دايما بتثبت لنا انها ابعد بكتير من مجرد 90 دقيقه في الملعب، وان الصفقات دي احيانا بتبقى محتاجه مخرج مش مدير رياضي. انا كده خلصت، فلو الفيديو عجبكم ابقوا قولوا لي اعمل جزء تاني منه. وبس كده، في الاخر متنساش تعمل لايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي، ويلا سلام.